طبعا في مدينة ميلانسيل هاي مهمة جدا الأحداث اللي صارت فيها، لأنه هناك تم اتخاذ قرار إعدامي. عندك حلين: إعدام على طريقة العلويين أو على طريقة المخابرات، وإعدام على طريقة الدواعش. طريقة الدواعش مثلك معلم، نشختك شخت على البلوعة لأنك عميل لإسرائيل معلم، أو بنحط لك مادة بنسممك بتعيش لك شي 10 سنين بتفطس بعدها. شبك ما منيحة منيحة. المهم آه هناك مثل حسن نعناع هذا قاعد يحكي عن آه شغلات. طبعا قاعد القعدة معه كتحقيق. اي كلمة بيحكيها عبارة عن تحقيق. كله تحقيق تحقيق، كله عملية نبش بأي كلمة حكيتها في موسكو، او اي كلمة هي يعني مثل ماسك ملفك المخابرات ونازل. فعموما هذا الشيء بخليك تفهم انه الوضع مريب. قاعد بفرع مخابراتي اسمه ميلانسي. حاولت بعد لمنطقة تانية، اكلنا خرا رجعونا عليها. بستروس قال وقتها، فراح رفع عليه سكينة اسمه علاء. كله بده وشغالين وقتها عليك انه بسكنوك، بيصيروا يخبط على السقف دج دج دج، مكان اللي انت بتقعد فيه دج 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 دج. عملية تدمير ما في مزح. يعني مستحيل مخك يضل بحالته الصحية الطبيعية كإنسان متزن طبيعي. لازم تكون من كتر الضغط النفسي والمخابرات عليك لازم تختل. لازم تصير في عندك خلي تحكي حالك جن. اذا ما بدك هاي تروح تعاطى، روح عصب او قضيها عصبية يعني هالجوال. شو الحكي وقتها التصرفات صارت بسيطة، انه بكوه هذا ورجوه. قعدت احكي مع الوالد الله يرحمه عليه وفتح، لقيت حالي انهمرت بكى وانا مستغرب. انا صحيح مقهور من التصرفات الموجودة حولي، بس انهمرت بكى من جوات قلبي. استغربت والله لما حاطين لنا شي شغلات مهلوسة بالهاي. انا بحياتي ما بكيت هيك بكى. لك ابوي الله يرحمه ويحسن اليه يعني من كتر كان الوالد شديد معنا، الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة يا رب. والله العظيم كان يضربنا بالعصي والله. دمعة ينشف ما في، خلص تمسح ما شو مهما ضرب ما بتنزل دمعة. شو عم تحكي انت؟ قدر ما يضرب احنا احيانا يعصب يعني من غير ذلك. بس عموما فعمليات استدراج دمع الشخص وإظهاره كإنسان بيبكي وزغنونة ويا حرام. وهلأ يجيبوا لك هون بهالمكان هذا أشخاص تبكي عليك، وأشخاص قال يعني يشفق عليك. بشفق أنا كتير بشفق يا حرام. هالصغنون هاللعوب هذا اللي بشفق، يلي يا الله العالم كلها متطورة وهو قاعد مو عارف يعيش. أنا مو عارف أعيش ومو عارف اتطور، ويا حرام شو بشفق، ويا حرام ويا خطيتي يا خطيتي شو بشفق. تعا عمالمو، تعال عنا عمالمو. احنا هناك العرب احنا اللي راح ننقذك من الايرانيين وننقذك من الروس وننقذك منهم. احنا المنقذين. يا اخي حاجة اللي تلعب مخي عرب وروس الأجهزة الأمنية أخذت قرار تنفيذ قرار الأجهزة الأمنية لا عاد يمت للقومية ولا الجنس ولا العرق ولا اللون بالشكل. بيطبقوا عليك اللي بدهم إياه غصب عنك، إن كنتوا بنص المسجد ولا إن كنتوا بنص البار ولا إن كنتوا بنص الكنيسة. قرروا يقتلوك بدهم يقتلوك، قرروا يهينوك بدهم يهينوك بأي شكل كان يكون. ما في مزح. مين بيتوهم انه يعني انه انت بدك في مخابرات بروسيا بتقول لك إيه، صلي ولا اكفر، اعبد الله ولا روح العب اذني. يعني شو ما بدك، احنا وراك. طيب يعني فلذلك لا، الحمد لله رب العالمين ربينا على الاسلام. الله يثبتنا على الاسلام. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لذلك مصيبة من الإنسان إنه يوقع بين أجهزة المخابرات. وكان يقول لي قصة إنه في أشخاص إجوا وهربوا من السويد هرويبة مع الغنم، رجعوا على سوريا. وقبل يومين حطوا لي هذا فيديو تبع كارلوس غصن إنه كيف هربوا. وأنا تاجر يعني، ولا أنا بزنس مان، ولا أنا جايب مليارات، ولا مسؤول أفخم الشركات بأوروبا
يا عمي جيتك لاجئ، تركت الجمل بما حمل بموسكو، تركت الدكتوراه باخر سنه، وتركت الهندسه الشغل، وتركت اي شيء، تركت كل شيء من لانه تركتوني، ضغطوا علي، ضغطت المخابرات. جيت لهون مثل الاسطل، عملت لجوء على البس. اذا ابتسمت فسرها الروسي، اذا ابتسمت او ضحكت فسرها الروسي انه انت باعصهم للروس وبدهم يبعصوك هون، لازم بكيك. واذا بكيت قال لك لا، لانه هذا حمار وانت غبي، ومن غبائك انت فهمت الدنيا غلط وطلعت. يا اخي في مين منصب نفسه؟ سحرة فرعون. تعرف سحرة فرعون؟ على الزمن اللي انا عايش فيه وتصرفات. اذا انت ما بترضى على الشيء اللي بدك اياه، احنا بدنا نمشيك بهذا الاتجاه هذا. ما بترضى، حلو، نشغل عليك السحر، بنواجهك بالسحر، لنمشيك على كيفنا. هذا واقع، هذا واقع، هذا اساليب تطبق حاليا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بدي بشر تشفع علي ولا تشحطني على أماكن ما بعرفها، وأماكن وناس ما بعرف شو بدهم. لا، وتعا أنت خالاتك هون بالسويت كتار، تعا روح لعند خالاتك. يا عمي ما بنحكي مع بعضنا بسوريا، ما بيحكوا مع بعضنا. ما بسوريا ما حدا بيحكي معنا، ما بيتعرفوا علينا، ما بنتعرف عليهم، لحتى هون نحكي مع بعض. يا عمي اللي ربي على الكره ربي على الكره لسه بدك هون السوري بدك. لا، انت ما الك حدا، كالاطفال. طفل يعامل معاملة الاطفال، يعامل معاملة الاغبياء المجانين. يلا انت ما بتقدر تعيش، لازم مثل المعاق، بدك حدا يعيلك، مسؤول عنك، بدك زلمة مسؤول عنك يمسك بيدك ويورجيك الطريق ويفهمك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي عبارة عن متاهة تعذيب في السويد. فحسبنا الله ونعم الوكيل.